الفاكهة اللي اتشهرت قوي من فترة دي أول مرة أجربها، وكمان أول مرة أجرب أضيفها في سلطة. الدراجون فروت هي فاكهة استوائية ألوانها حلوة قوي، بتكون موجودة بكذا لون وطعم. ساعات بتكون قشرتها من بره بينك ومن جوه أبيض أو لونه بنفسجي، وساعات بتكون قشرتها صفرا ومن جوه أبيض. أقل واحدة فيهم في السكر هي اللي بجربها معاكم دلوقتي، اللي لحمها أبيض من جوه، وتقطيعها وتقشيرها وأكلها سهل جدا، ده غير فوائدها الغذائية العالية. انتوا ممكن تاكلوها كده هيبقى طعمها حلو جدا، او ممكن تجربوها في حاجه حادقه زي السلطه مثلا، او ممكن تجربوها في وصفات حلوه بتديها طعم ولون حلو قوي. بما اني بحب السلطات جدا فقلت اجربها في سلطه اشوف طعمها هيبقى حلو ولا لا. وعلشان كده حاولت اخلي مكونات السلطه بسيطه جدا علشان طعمها ما يتوهش بين مكونات كتير. ضفت ورق اخضر عباره عن سبانخ وخس وورق بنجر، وقطعت الدراجون فروت مثلثات صغيره كده على قد الشوكه. وبجد انتوا مش متخيلين طعمها حلو ازاي، طعمها قريب من الكيوي او الكمثرى، وطعمها مش مسكر قوي، فحسيت انها ممكن جدا تليق على انها تتاكل في سلطه. ضفت لها جبنه فته ورمان عشان السلطه يكون فيها بروتين اكتر والوان اكتر، وما حبيتش اضيف دريسنج كتير قوي او حاجات كتير قوي تغير طعم السلطه، فحطيت بس زيت زيتون. وبس كده السلطه بقت جاهزه، طعمها فريش قوي، وطعم الدراجون فروت باين فيها قوي برغم مزازه الرمان والطعم المالح بتاع الجبنه، بس كل المكونات كانت لايقه على بعض. جربوها، قولوا لي رايكم، وقولوا لي جربتوا الدراجون فروت قبل كده وجربتوه في سلطه ولا لا.